معانا النهاردة جهاز من أقوى الأجهزة في كشف الأعطال، جهاز جيال تيست. الجهاز طبعا يحتوي على أكتر من رخصة. الرخصة دي الحاجة اللي بتأهلني إن أنا أشتغل على معدات معينة. في رخصة اسمها CV، AGV، OHW، MHE، المارين. الرخصة اللي تهمنا اللي هي الCV، اللي هي شغالة على النقل الثقيل، أو اللي هو الشغل بتاعنا اللي هو النقل الثقيل والباصات والربع نقل والفان او الميكروباص، اللي هو الحاجة اللي احنا بنشتغل عليها في السوق في العالم العربي. الاي جي في اللي هو المعدات الزراعية، والاو اتش دبليو معدات ثقيلة، والام اتش اي اللي هو معدات الرفع المواد او مناولة المواد. السي في طبعا بتدعم التراكس النقل الثقيل، التريلرز اللي هي المقاطير او التريلات، والباصات والربع نقل واللايت تراكس. الربع نقل والميكروباص هي بيسموها اللايت تراكس، ومعدات اللي هي الصناعية. أول حاجة بدخل عليها الضبط. لو أنا عايز أتغير اللغة بتاعة الجهاز بتاعي، الجهاز بيدعم اللغة الأسبانية والإنجليزية والعربية. طبعا ممكن أغير لغة حسب ما أنا عايز. في وضع هنا الجهاز معمول عليه حاجة اسمها اكسبيرت مود. الشركة مصممة سيستم كده اسمه اكسبيرت مود عشان الحاجات اللي فيها معايرة أو تعريف أو تغيير في بارامتر معين خاص بالكنترولات. لازم يكون الشخص ده مؤهل ان هو يعمل الاكشن ده او الخطوة دي، فبيعمل حاجة اسمها اكسبيرت مود. الشركة بتبعت لك ميل. طبعا الجهاز بتسجل باسمك على الشركة في الشركة او على موقع الشركة، وبيانات الاتصال بتاعتك والايميل بتاعك، فبيبعت لك ميل عليه الاكسبيرت مود اللي هو يقدر يخليك تتعامل مع الجهاز في وضع الاكسبيرت. فانت بتيجي مثلا تعمل حاجة خاصة بالاكسبيرت اللي هي مثلا معايرات او تعريفات او تغيير في بارامتر، بيطلب منك الباسورد ده عشان يديك تأكيد ان انت ينقلك على الخطوة اللي بعد دي. فانا ممكن اول ما ادخل افعل اكسبيرت مود قبل ما اروح على الجزء اللي انا عايز اعمله. بدوس على علامة الصح وبعدين بكتب الاكسبيرت مود اللي هو الكود بتاعي. مثلا اكسبيرت مود مثلا بيكون ست خانات حروف وارقام، وافعله. دي خانة تانية بتاعة الوحدات. الجهاز انا ممكن احوله من وحدات اوروبي لوحدات امريكي. الوحدات الاوروبي اللي هي اللي احنا بنتعامل بيها في مصر والعالم العربي، اللي هو البار والكيلومتر وفي القياسات والدرجة الحرارة السيليزيوس والكلام ده كله والضغوط لكن النظام الامريكي ليه نظام تاني خالص. خلينا احنا شغالين على النظام الاوروبي. نطلع بره دي وندخل على حاجه اسمها جيال تيست لينك. دي بختبر بيها الاتصال، الجهاز بتاعي واصل مظبوط على العربيه ولا لا. العلامه اللي تحت دي معناها ان الجهاز واصل على اليو اس بي، شغال على اليو اس بي حاليا، او انا مفعل يو اس بي. طب انا هخليه بلوتوث دلوقتي، اشغله بلوتوث. الاقي العلامه بعد ما ادوس علامه الصح طبعا ااكد، هيقول لي تمام اتغير على وضع البلوتوث. ولاقي طبعا تحت برضو العلامة اتغيرت لشكل علامة البلوتوث اللي احنا عارفينها كلنا طبعا على الموبايل او اي جهاز. في حاجة تانية، الرخصة بتاعتي ليسنس. دي الرخصة بتاعتي ان انا ممكن ادوس على ليسنس واعرف الرخصة اللي انا شغال عليها نشوف كده مع بعض. ندخل علامة الاستفهام. عايز اعرف مثلا الحاجات المهمة عشان اسطب السوفت وير بالظبط. بيديني كل الداتا والبيانات من اول اللاب بتاعي وامكانياته اللي استخدمه مع الجهاز، لحد بقى كل العلامات اللي ممكن تظهر معايا على المالتيبلكسر او الجهاز بتاعي. في حاجة اسمها جلوسري. دي بتديني كل الكلمات اللي ممكن تظهر عندي على الجهاز معناها زي قاموس كده. طبعا زي ما احنا شايفين في الشمال كده الحروف، بختار الحرف مثلا ويدخلني على كل الحاجات اللي ممكن تقابلني على الجهاز بالحروف دي. يعني لو ما ظهر معايا حاجة بخص حرف السي، لو لقيت سي 3 معناها ان حاجة دي تخص vehicle speed، سرعة العربية. سي اي حساس كام شافت، وهكذا. اي حرف بختاره. الاي مثلا، الكي. كل الحروف دي معناها اي كلمة ممكن تقابلني غريبة مش فاهم معناها او مختصر، ادخل على الجلوسري واعرفها. الكونتكست دي حاجة خاصة بالاتصال بشركة جالتست يونيفرسيتي. دي جامعة في جالتست عاملة جامعة خاصة بتخص بقى شغل الدياجنوز والشاحنات والأنظمة المختلفة في الشاحنة. جامعة مختصة بالكلام ده. طبعا ممكن الناس تشترك فيها، بس لازم الدراسة داخل أسبانيا. في حاجة اسمها جالتست فيديو، بيجيب لي فيديوهات توضح لي أهم العمليات اللي أنا بعملها بالجهاز. طبعا الفيديو ده بيفتح أونلاين، يعني أنا لو عندي نت على الجهاز بتاع اللابتوب هيفتح الفيديو ده. زي ما احنا شايفين تحت ظاهر عندي علامة الواي فاي شغالة. حاجة زي كده مثلا ABM، ده كنترول او بلف الهواء بتاع رينو. ادوس على اللينك هيفتح لي الفيديو.
يبقى شغل الفيديو من خلال ايه البرنامج بتاع الجيل تيست عندي. بفتح الفيديو عادي بيشتغل الخطوات معايا من اول ما الراجل بيوصل الجهاز لحد ما يغير الاي بي ام اللي هو البلف الهواء او كنترول بتاع بلف الهواء. طبعا العربية رينو ليه سيستم تاني مختلف عن الاكتروس. واي فيديو تاني بحتاجه بقى بضغط عليه ويشتغل معايا من خلال البرنامج جيل تيست. يعني مش هروح على اليوتيوب ولا ابحث، لا، هيشتغل من هنا، لكن طبعا لازم يكون في نت شغال. الفولفو اي شيفت جير بوكس ده طبعا الفتيس بتاع الفولفو مختلف عن مرسيدس، بيحتاج يتعمل له معايرات على 3 خطوات، مش خطوة واحدة، 3 خطوات تحت بعض كده، لازم يتعملوا بترتيب معين زي ما الشركة بتنبهني وزي ما هو بيعمل في الفيديو هنا. تمام. دي برضو لمحة عن الحاجات اللي ممكن تقابلني في جهاز الجيل تيست. طب في مزايا تانية؟ في حاجات تانية. دي حاجات مثلا ممكن اول مرة حد ينبه عليها او يطرحها في الشرح بتاع الجهاز. حاجة اسمها ايكون ديسكريبشن، يعني اي ايقونة عندك في الجهاز انت مش فاهم معناها ايه، الثلاث شهور دول معناهم ايه؟ معناهم القائمة الرئيسية. طبعا انا لو محول الجهاز بالعربي كل ده يظهر بالعربي. تمام. عندنا ايه تاني؟ كل العلامات بقى اللي انت محتاجها تظهر عندك في الايكون ديسكريبشن دي. تمام. اظن كده القائمة دي مفيش حاجة تانية ممكن نتكلم عنها فيها. ممكن ندخل على قائمة تانية. في عندنا علامة الكيبورد دي ان مثلا لو عندي انا الكيبورد فيه زرار مش شغال او بيعلق او ايا كان بقى المشكلة ايه بالظبط، خلاص فتح لي كيبورد خاصة بالجهاز اكتب بيها اللي انا عايزه. تمام. تشتغل عربي وانجليزي برضو. تمام كده. دي علامة السكرين شوت، يعني انا خدت سكرين شوت من اي حاجة شغال بيها حاليا على الجهاز في اي مكان، بفحص لسه على الصفحة الرئيسية في صفحة معايرة اخد سكرين شوت، بدوس على العلامة دي واقول لي احفظها، اقول له PDF. طبعا بختار المكان اللي انا عايز احفظها فيه، مثلا زي ديسكتوب زي ما اخترنا هنا، واسميها اي اسم مثلا جاكس دياجنوزز، وادوس سيف. بعد ما ادوس سيف طبعا هتاكد على النقطه دي، هدخل بقى على ارجع للديسكتوب بتاعي واشوف شكلها فعلا اتنسخت عندي ولا لا، او اتحفظت عندي. تمام. الفايل اهو هفتحها هتبقى بالشكل ده. يبقى انا كده خدت سكرين شوت لاي صفحه انا فاتحها على البرنامج، بياخدها سكرين شوت بصفحه كامله، وبيظهر عندي التاريخ اللي اتاخد فيه السكرين شوت والساعه، يعني تاريخ 12/1 والساعة الساعة 12:21، يعني الساعة 12:03 الوقت بتاع السكرين شوت اللي اتاخد. تمام. نشوف حاجة تانية غير النقطة دي. طبعا دي معلومة كده ايه، بحيث ان انت لو خدت اي داتا من الجهاز عايز توضحها بشكل توثقها يعني بصورة او كده، يبقى انت عندك الحتة دي. تمام. بدل ما انت تبقى زي كلام شفوي، لا ده انت بتوضحها بالسكرين شوت. دي العلامة دي ان انا ممكن ادخل على العربية لو انا مش عارف الموديل بتاعها ايه بالظبط، او بعرف حاجة اسمها بوصل الفيشة بتاعتي وادوس على اختيار اسمه Obtain VIN Automatically، يعني ايه؟ ان الجهاز نفسه بيتعرف على العربية من غير ما اقول له مرسيدس ولا مان ولا ايفيكو ولا سكانيا ولا اي حاجة خالص. بدوس على العلامة دي. طبعا احنا حاليا مش موصلين على العربية، لكن ده على سبيل المثال لازم اوصل الفيشه بتاعتي، والفيشه بتاعتي تكون OBD2 يعني 16 بن الفيشه المربعه، او اكتب رقم الشاسيه. يعني هشوف رقم الشاسيه واكتبه هنا على في ال 17 رقم دول واعمل بحث. تمام. ده اوبشن موجود عندي. هنبدأ بالتراك دلوقتي. طبعا احنا الرخصة بتاعتنا هنا ايه؟ جال تيست مينا. طبعا الجانب الشمال ده بيقول 59، الجانب اليمين 13، يعني انا الموديلات اللي عندي متفعلة 13 براند في الرخصة بتاعت جال تيست مينا، لكن الشركة نفسها بتدعم 59، يعني الجهاز نفسه بيدعم 59 نوع، اللي هو اغلب الشاحنات او تقريبا كل الشاحنات اللي في السوق. الجزء اللي بيتعرض عندي في اليمين ده اللي هو الفيفوريت بتاعي، انا عايز اخلي كام موديل كده عندي في اليمين او كام نوع، عشان ايدي رايحه جايه عليهم على طول في الشغل، بدل ما اقعد ادور في القائمه الطويله دي، يبقى ادوس على الايقونه على طول يدخل عندي على البراند اللي انا عايزه. طبعا انا شايف ان في حاجات كتير مش محتاجها، يعني ممكن 5 براندات اللي انا شغال عليهم ممكن اسحب البراند ده واخليه في الاول. انا مثلا دايما شغال في المرسيدس، اخليه اول اختيار. عايز اسحب حاجه تانية اطلعها فوق، مثلا امسك المان ارفعها فوق كده بالماوس، اتك عليها كليك شمال واسحبها لفوق تبقى فوق. تمام. عندي حاجات كتير مش محتاجها اجيب اسمها من هنا واكنسلها من الفيفوريت بحيث انها تظهرش اصلا، اتشر اشيلها خالص مش عايز. انا عايز هنا الحاجات اللي انا شغال عليها على طول. عندي ايه تاني؟
في مثلا مهندرا ده مش موجود عندي اصلا في مصر، يعني دي حاجة يابانية، موجود في الهند، قصدي في الموجود في الهند بس. عندك ايه تاني؟ في عندك المتسوبيشي فوزو. تمام. في عندنا التاتا برضو مش موجودة، والاس ام ال مش موجودة برضو. التاتا دي برضو اشيلها كنسل، يبقى انا كده ايه، بريح نفسي شوية من حتة الزحمة الموجودة في اختيار البراند او اختيار النوع اللي انا هشتغل عليه. في عندي ايه تاني؟ اسوزو مثلا او اس ام ال. اشيل اس ام ال. وممكن اشيل الاسوزو كمان، مش عايز الاسوزو. انا عايز بس الخمس انواع اللي انا شغال فيهم بالنقل، اللي هم لو احتجت الاسوزو ابقى ادخل عليها من القائمه الرئيسيه. تمام. لكن انا بقى ايه، بجهز الحاجه بتاعتي، ان الجهاز بتاعي يبقى فيه خمس حاجات كده، اقدر اختار بسهوله الحاجه اللي انا هشتغل عليها، من المرسيدس والمان فولفو والايفيكو والسكانيا. دي طبعا رخصه الجيال تستمين. هدخل على المرسيدس، بيظهر لي كل الحاجات كل الانواع مرسيدس تحت بعض، اللي هي حاجه بيسموها سب براند. يعني المرسيدس تحتها اكتروس، انتوس، اروكس، اتيجو، اكسور. كل ده بختار الحاجه اللي انا عايزها منها من الجانب الشمال، ويظهر عندي اللي هو الموديلات بتاعتها بالجانب اليمين. يعني اخترت اكتروس مثلا، يظهر عندي الام بي 1 تحت خالص، ام بي 2 3، ام بي 4 وام بي 5. بختار الحاجه اللي انا عايزها. طبعا على سبيل المثال ممكن اختار الام بي 4، بضغط عليها مرة واحدة بس بالماوس، يفتح لي بقى كل السيستمز الموجودة في العربية، الأنظمة الموجودة كلها. ممكن الكلام ده خليه بالعربي لو أنا غيرت اللغة بتاعتي. تمام. أنا مثلا عايز أدخل على منظومة معينة، مش عايز أفحص الأنظمة كلها، لأن طبعا هياخد وقت كبير مني. أنا عايز أفحص المنظومة اللي فيها المشكلة، بدوس على علامة أول اللي هي أول واحدة فوق خالص دي، وكنسل الأنظمة كلها. أختار السيستم اللي أنا عايزه بس. عايز أختار مثلا المنظومة بتاعة الأنتي بوليوشن، نظام معالجة العوادم أو البيئة. بختار كنترول اي سي ام، اضغط عليه ضغطة واحدة، وفي علامة فيشة فوق كده بضغط عليها عشان يوريني اوصل الجهاز بتاعي فين بالظبط. ما انا معرفش لسه اتعامل، ان انا كأن اول مرة اشتغل بالجهاز، واول مرة اوصل الجهاز على العربية بتاعتي. تمام. معرفش الفيشة مكانها فين. بضغط على مكان الفيشة دي، بيقول لي ان هو مثلا الفيشة مكانها فين، والفيشة اللي هتركب. يعني فيش ان طبعا الجهاز بيبقى جاي معاه مجموعة كابلات ومجموعة فيش، انهي واحدة استخدمها بيوضح لي الكلام ده برضه. تمام. ادي مثلا مكان الفيشة بتاعتي بيكون في المنطقة دي. ده طبعا لو الدركسيون بتاعي شمال. ده شكل الفيشة 16 بنة، وتوزيع الفيشة بالشكل ده. توزيع البنات دي الفيشة بتاعتي بيكون مكتوب عليها 213.9، عشان طبعا لما اطلع الفيشة من شنطة الجهاز ابقى عارف انهي فيشة هستخدمها. تمام. وفي حاجة تاني اسمها مالتي بن. في حالة ان انا في مشكلة عندي في الفيشة، بستخدم منظومة المالتي بن دي. بيقول لي بس انا اوصل على بنتين بس من الفيشة، وبياخد سورس خارجي باور كهرباء، بياخد له باور من بره من البطاريه. بوصل وصله كده على الكابل طرفين البطاريه، ووصلهم على فيشه التشخيص، ويقرا عندي الجهاز بتاعي. تمام. ده توزيعة البنات، عشان لما يقول لي مثلا وصل على بنة رقم 6، يبقى انا عارف مكانها فين. بنة رقم 14 عارف مكانها فين. ممكن نعمل فيديو كده منفصل عن موضوع اللي هو المالتي بن والتوصيل على المالتي بن بيكون ازاي. وان شاء الله ممكن نجربه حتى في يوم العملي، ان احنا بنوصل البنات دي ازاي. الموضوع بسيط.